لو داخل حاسبات ومعلومات ومش عارف تدرس ايه في سنة أولى، تعالى أقولك بسرعة ايه المواد اللي ممكن تقابلك وكل مادة بتتكلم عن ايه. أول حاجة لازم تعرفها إن أولى حاسبات مش برمجة وبس، أنت بتاخد مواد مختلفة والهدف منها إنك تبني أساس كويس في مجال الكمبيوتر. وأول مادة عندنا هي البروجرامينج أو البرمجة. في المادة دي هنتعلم أساسيات بروجرامينج زي الفاريبل والكونديشن واللوب والفانكشن وغيرها، والحاجات دي هنطبقها بلغة زي السي بلس بلس. وتاني مادة عندنا هي الماثماتكس أو الرياضيات، وفي المادة دي بتدرس discrete mathematics او statics او probability، ودي بتساعدك في تحسين اللوجيك عندك. وتالت مادة عندنا هي الفيزيكس او الفيزياء، ودي هتدرس فيها اساسيات زي الحركة والقوة والطاقة. الهدف في المادة دي انك تاخد اساس علمي وتفهم بعض المبادئ اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا والهندسة. رابع مادة عندنا هي الاي اس او information system، والمادة دي بتعرفك ازاي التكنولوجيا والانفورميشن سيستم بتستخدم جوه الشركات والمؤسسات. خامس مادة عندنا هي كمبيوتر فاندمنتال، دي بتبدأ تفهم ازاي الكمبيوتر نفسه بيشتغل وازاي الكمبيوتر بيفكر، الفرق بين السوفت وير والهاردوير، وازاي مكونات الكمبيوتر بتتفاعل مع بعض. والمادة رقم 6 عندنا هي الانجليش او الكوميونيكيشن سكيلز، والمادة دي مهمة جدا لان اغلب الدوكيومنتيشن والكورسات اللي هنستخدمها في المجال ده هتكون بالانجليزي. فباختصار سنة اولى دي هي سنة التأسيس، بتتعلم فيها كل المواد دي وبتبدأ تفهم الكمبيوتر وطريقة التفكير وحل المشاكل. وطبعا اسماء المواد ممكن تختلف من جامعة لأخرى، لكن هو نفس المحتوى. ولو عايز تعرف كل مادة من دول بدرس فيها ايه بالظبط وازاي تذاكرها، اكتب لي في الكومنتس ونعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده.